3 معلومات لازم تكون عارفهم عن الوزنة الشحمية أو الليبيديما. الليبيديما ملهاش سبب، الليبيديما مش بسبب الأكل الزيادة، الليبيديما علاجها مش دايت. عرفت ال3 حاجات دولت؟ تعال أقول لك بقى على الحل بتاعها. الحل بتاعها قولا واحدا في الأغلب إن احنا بنحتاج نعمل شفط دهون للأماكن دي، ولكن بطريقة خاصة آمنة. وخلي بالك الشفط ده مش هيكون على مره واحده، لان لو عملنا شفط لكميات كبيره على مره واحده ممكن تحصل نتيجه غير مرضيه، وهي ان في ترهل في الجلد اللي موجود. وساعتها الحل هيكون ايه؟ مفيش اي فصال، هيكون شد جراحي. ولكن في حالات الابديمه ممكن نلجا ان احنا نعمل شفط على كذا مرحلة، فده بيؤدي إن النتيجة تكون طبيعية من غير ما نحتاج أي تدخل جراحي في الحالة ديت، ويدي شكل أنيق من غير أي تعريجات قدر المستطاع. النوع ده من العمليات المتابعة فيه أهم من العملية نفسها. ليه؟ المساج الليمفاوي، الالتزام بالتعليمات، الحفاظ على الوزن بقى، مش احنا شلنا اللي ما كانش لينا سبب فيه نقوم احنا نجيب اللي لينا يد فيه. الكلام دوت مهم ناخد بالنا منه عشان النتيجة ترضينا على المدى البعيد. أنا مقدر كل حاجة بيمر بيها مريض الليبيديما، لأن مريض الليبيديما بيعيش نفسيا وجسديا وماديا متألم. هو ما بياكلش لكن في دهون، هو منزعج من حاجة هو ملهاش يد فيها ولازم يعيش بيها، ولكن في حلول. بس مطالب بيك انك انت تتعاون معانا عشان نوصل لأفضل نتيجة.